هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قد كده. اهلا بيكم في يوميات نغمة. زي ما تعودنا قبل اي حاجة بنخش وندوس لايك ونشترك ونفعل زر الجرس ونشير. اوكي، لعله خير لعله خير. انا النهارده جايه اكلمكم عن موضوع مهم جدا، الا وهو الراجل اللي بيدلع مراته. عندنا هنا راجل اللي بيدلع مراته ويستتها ويهننها ويجيب لها كل اللي نفسها فيه ويلبي لها طلباتها ويخلي الضحكه من هنا لهنا. الراجل ده يتقال عليه ايه بقى؟ ايه الراجل دلدول. اه والله. يا اما مش راجل، ولا مؤاخذه يعني. إيه، يا اما مش باله ماسك عليه حاجه، ماسك عليه زله خايف منها، يا اما عامله له سحر، عامله له عمل. ما هو مش طبيعي يعني راجل كده يهنن مراته كده ويبسطها كده ويخليها مبسوطه. اللي هو ازاي يعني؟ ازاي؟ اكيد عامله له عمل، وعمل جامد كده عند راجل مظبطه. في ايه يا جماعه؟ خير ان شاء الله. مالكم؟ هو الراجل لازم ينكد على الست ويطلع عينيها ويبهدلها ويلففها حوالين نفسها كده؟ ليه يعني؟ ايه وجهة نظركم في ان الراجل اللي بيدلع مراته ده مش راجل؟ ليه؟ خير ان شاء الله. وعلى الصعيد الاخر فتلاقي راجل مطلع عين مراته ومبهدلها، ومن الست دي للست دي، ومطلع عينيها وبخيل عليها وبخيل في مشاعره وبخيل في كل حاجة، يعني ممرمطها، بيتقال عليه برضو مش راجل. طب يعني ازاي الاتنين يتقال عليهم نفس الصفة؟ ازاي؟ هو ليه دايما في معتقداتكم او مخيلاتكم ان الراجل لازم يبرق ويضرب ويشتم وهي الكلمة تتسمع ومفيش نقاش ومفيش حوار ومفيش اي حاجة في اي حاجة؟ احنا مش داخلين خناقة حضرتك. الجواز مودة ورحمة وحوار داير ما بين اتنين. ما هما الراجل معاه زمام الامور، ولكن في حوار مشترك ما بين الاتنين. في بني ادم عايشة معاك مقسماك كل حاجة، الحلو والوحش، كله 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 مقسماك. انت مش عايش لوحدك في الحلو او مش عايش لوحدك في الوحش، لا. الحياة حياة مشتركة ما بين اتنين، فطبيعي جدا تلاقي في حوار وفي مناقشة. ليه الراجل اللي منور الست ومخليها الضحكة من هنا لهنا دوت يتقال عليه مش راجل؟ ليه؟ ليه؟ عايزين ايه؟ عايزين هيقوم يديها علقة ويمسيها بعلقة ويصبحها بعلقة عشان تستريحوا؟ لا يا اخويا، مالكش دعوة بيهم. دلع مراتك، دلعها وستتها وبسطها وخلي الضحكة من هنا لهنا. كل ده في ميزان حسناتك والله. وسيبك من اللي بيتقال، المهم انت اهل بيتك شايفينك ايه. الراجل اللي بيدلع ويبسط اهل بيته دول بيبقوا شايلينهم فوق الراس، بتبقى الست مش شايفة غيره، بيبقى هو السند والظهر وكل حاجة حلوة في الحياة يعني. لا، دلع مراتك، مالكش دعوة بيهم يا اخويا. دلع دلع، ما يهمكش. دلع، كل ده عليه حسنات، هتخش الجنة ان شاء الله. ابسطوا اهل بيكم، ابسطوهم وريحوهم وخلوهم مبسوطين. انتوا يعني، هو انتوا متجوزين عشان تطلعوا عنينا؟ انتوا متجوزين عشان تخنقونا؟ لا، انتوا متجوزين عشان تدلعونا وتبسطونا. انتوا متجوزيننا علشان تدخلونا حياة جميلة، حياة مشتركة نعيشها بحلوها وبمرها، بس نعيشها مع بعض. اوكي؟ دلع يا اخويا مراتك، دلعها كده وهشتكها. باي.